في زمن كل يوم فيه بيطلع جديد وزمن المعلومة اللي بقت أسرع من ردة فعلك. لازم نسأل نفسنا، هل طرق التعليم العادية لسه كفاية؟ التعليم التقليدي مكان ثابت، منهج ثابت، وزمن ثابت. نظام بيحطك على طريق واضح، بس أوقات الطريق ده ما يعرفش يلف مع لفة الزمن. أما التعليم الذاتي فده موضوع تاني، في حرية ومساحة وفضول. انت اللي بتختار ايه تتعلم وامتى وازاي. التعليم العادي بيجهزك للامتحان، لكن التعليم الذاتي بيجهزك للحياة. التعليم الذاتي مميزاته إنه سريع ومرن، وبيخليك قادر تتطور طول الوقت، لكن في نفس الوقت محتاج انضباط ومجهود وتركيز. ليه التعليم الذاتي بقى مهم في العصر ده يا ترى؟ لأن العالم دلوقتي ما بقاش يستنى حد. اللي يقدر يتعلم بسرعة هو اللي يتقدم أسرع، واللي يعرف يطور نفسه باستمرار هو اللي بيفرق. وسواء هتتعلم في فصل أو من فيديو أو من تجربة، المهم إنك تتعلم. لأن في الزمن اللي إحنا فيه اللي بيقف بيتساب. ابدأ النهاردة حتى لو بخطوة صغيرة، يمكن تكون البداية اللي تغير كل حاجة. ولو الكلام ده حرك فيك أي فكرة فاستنى الفيديوهات الجاية، لأننا هنتكلم عن السيلف ليرنينج بطريقة هتغير تفكيرك. اعمل متابعة وخليك مكمل معنا الرحلة.